من أكتر الأسئلة اللي دايما بنتسألها هو في علاقة ما بين قلة النوم والوزن. بصوا بقى، في أبحاث بتقول إن قلة النوم بتزود الإحساس بالجوع واستهلاكنا من أنواع معينة من الأكل الغنية بالدهون والكربوهيدرات، وكمان بيحصل تغييرات في الهرمونات اللي مسؤولة عن الجوع والشبع، الإشارات اللي بتبعتها، وبيحصل مقاومة لهرمون الليبتين المسؤول عن الشبع. عارفين بالظبط زي مقاومة الأنسولين برضو بيحصل مقاومة للهرمون ده، فأنا ما حسش بالشبع نهائي. وبيحصل زيادة لهرمون الجيرلين اللي مسؤول عن الجوع. وفي أبحاث تانية ودراسات تانية بتقول إن قلة النوم مش بتأثر على هرمونات الجوع والشبع. طب ليه في اختلاف بين الدراسات، الدراسة الأولانية والدراسة التانية؟ لقوا إن ده ممكن يكون بسبب اختلاف من شخص لشخص، أو الاختلاف من ذكر لأنثى، أو اختلاف كمان في العمر. يعني في الآخر أنت لازم تعرف جسمك وتسمع له، وتعرف هل هو من أنهي نوع من الاتنين عشان تعرف تتعامل معاه. المرة الجاية هنتكلم في حاجة مهمة أوي. المفروض بقى انام قد ايه عشان يبقى نومي ده صحي وفي عدد الساعات المنطقية؟ وهنبدأ من اول البيبيهات اللي لسه مولودين. طبعا الكلام اللي انا هقوله ده مستحيل الامهات تتقبله، بس البيبيهات اللي لسه مولودين المفروض يناموا من 14 ل 17 ساعة. كبرنا حبة المفروض ننام من 12 ل 16 ساعة، ولاحظوا ان عدد ساعات النوم بتقل كل ما بنكبر. كبروا شوية هيناموا من 10 ل 14 ساعة. أما بقى ما قبل سن المراهقة وسن المراهقة هيناموا من 8 ل 12 ساعة. كبرنا بقى وعقلنا وخلاص كبرنا، بننام من 7 ل 8 ساعات. أكتر من كده لأ، وأقل من كده برضو لأ. واللي مش عارف احنا مهتمين ليه بكمية النوم يشوف الجزء الأول.